النهارده هنعمل مع بعض وصفة لذيذة وسهلة جدا ومكوناتها بسيطة قوي. لو انتوا بتحبوا الشوكولاتة وخصوصا البراونيز والطعم الفادجي ده، يبقى الوصفة دي هتعجبكم جدا ومش هتحتاجوا فيها ولا زبدة ولا شوكولاتة. النهارده وصفتنا هي كرينكل كوكيز بالشوكولاتة. طعمها جميل جدا، فيها قرمشة خفيفة من بره ومن جوه الطعم كله شوكليت كده وطري وفادجي وطعمه يجنن. عشان نعملها هنحتاج كوباية الا ربع من السكر، وهنضيف عليها نص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، وكمان ربع كوباية من الزيت. هنقلب الثلاث مكونات كده مع بعض كويس لغاية ما يبقاش فيه كاكاو كده باين. بعد كده هنضيف على الخليط ده بيضتين يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، بس هنضيفهم واحدة واحدة. هنحط واحدة ونضرب بالمضرب الكهربائي او بمضرب يدوي زي ما انتوا عايزين لغاية ما تختلط تماما مع المكونات، وبعد كده هنضيف التانية ونضرب برضو لغاية ما الخليط يتجانس ونحس ان السكر كمان داب وما بقاش فيه حبيبات كده. وضفت عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. مهم طبعا واحنا شغالين ان احنا نلم الجوانب كويس ونكمل ضرب عشان نتأكد ان كل المكونات اتجانست كويس مع بعض والسكر داب تمام. وده بقى شكل الخليط بعد ما ضربنا كل المكونات كويس والسكر داب. ده القوام بتاعها. هنضيف عليهم بقى المواد الجافة. كل اللي هنحتاجه في الوصفة دي هي كوباية دقيق واحدة، يعني تقريبا عاملة 125 جرام. هننخلها كويس على الخليط بتاعنا، وهنضيف عليها ربع معلقة او اقل من ربع معلقة ملح، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنخلط بقى كل المكونات دي كده مع بعض بمعلقة لغاية ما الدقيق يختفي تماما وتبقى معانا عجينة زي ما انتوا شايفين شكلها كده. العجينة بتاعت الكوكيز دي بتبقى بتلزق جامد زي ما انتوا شايفين، ما نقدرش نشكلها وهي بالشكل ده، فلازم بنريحها في التلاجة شوية. احنا بنغطيها وبنسيبها في التلاجة على الأقل 3-4 ساعات، وممكن ليلة كاملة. يعني أنا عملتها بالليل وخبزتها بصراحة تاني يوم الصبح. ده كده تاني يوم بعد ما ارتاحت وجمدت ونقدر بقى ان احنا نشكلها براحتنا. في المرحله دي بقى احنا هنحتاج سكر بودره عشان هنغلف بيها الكوكيز من بره. طبعا كميه السكر البودره بتختلف حسب انت هتحطي طبقه سمكها قد ايه، بس ممكن نبدا بربع كوبايه سكر، ولو احتاجته في النص ممكن تكمله. عشان اطلع الكوكيز بحجم واحد هستخدم المعلقه المعياريه اللي هي المعلقه الكبيره، ودي هتديني كوكيز حجمها كبير. لو عايزين حجم اصغر شويه من اللي هتشوفوه ده، يبقى اعملوا اللي هي نص المعلقه الكبيره او حتى المعلقه الصغيره. بعد ما بنكور الكوكيز كده بنحطها في السكر البودرة ونغلفها كلها، وبنحطها في صينية يكون عليها ورقة خبز. لازم نسيب مسافات كويسة ما بين الواحدة والتانية لأن الكوكيز دي بتفرش شوية وبتكبر كده حجمها. هتشوفوا شكلها بعد السن. بعد ما بنخلص التشكيل بنحط طبقة تاني من السكر البودرة على الكور أو الكوكيز اللي احنا كنا عاملينها من الأول، لأن ده اللي بيديها الشكل المميز بتاعة الكرنكل كوكيز. بالنسبة للتسوية بنسخن الفرن على 180 وبندخل الصينية في الرف الوسطاني. بتاخد تقريبا 12 دقيقة 13 دقيقة عشان حجمها كبير، لكن لو عاملين حجمها أصغر من كده بتاخد من 10 ل 12 دقيقة بالكتير. الكوكيز دي لما بتخرج من الفرن بتبقى طريه جدا، هتبقوا حاسين ان هي مش مستويه. هتعرفوا ازاي انها استوت؟ انتوا لو حطيتوا ايديكم على حته يكون فيها السكر البودره هتحسوها ان هي جمدت شويه، لكن اي حاجه فيها الشوكليت دي تحسوها طريه قوي. طلعوها وسيبوها تهدى شويه في الصينيه كده حوالي 5 دقايق عشان تعرفوا تتحكموا ان انتوا تنقلوها، لان قبل كده هيبقى صعب. بعد كده حطوها على شبكه تكمل بقى ان هي تبرد براحتها، والطبقه الخارجيه هتبقى تقرمش كده شويه، ومن جوه هتفضل طريه كده وفادجي، وطعمها بجد خرافه. وكمان بتدوب، يعني هي طعمها طري لكن في نفس الوقت بتدوب كده في البق. كده بقى بعد ما بردت ونقلتها في طبق تاني، شايفين شكلها جميل ازاي؟ والتشققات من فوق دي شكلها تحفه قوي. دي بقى واحده عملتها بحجم صغير. انتوا ممكن تعملوا الحجم الصغير ده لو انتوا عايزين، اللي هو نص معلقه كبيره. بالحجم الصغير ده هي ممكن تعمل معاكم لغايه 27 واحده. انا بالحجم الكبير ده عملت معايا حوالي 17 واحده. شايفين بقى من جوه شكلها باين قد ايه فudgy وتشوكلت خالص كده كلها. بجد حاجه كده تاخد العقل. اتمنى انكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها ايه، وهستنى صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.